يعني المرض المنتشر دلوقتي مثلا وسط الجيل الصغير، انا زهقان عايز التابلت، عايز الايباد، عايز اتفرج على اي حاجه. فالكتالوج ده ممكن يساعد. يعني انا بقول لك، انا اعتقادي الشخصي انه الافضل ان الناس تتواصل مع جسمها وتشوف الريزن هي بيهايند، او يعني تحس الشعور، وبعد كده تدور بقى الشعور ده جالي منين وحصل ايه وكلام من ده. بس ما يعني انا الكتالوج مفيد، بس مش حاسه ان هو هو ده يبقى فيرست اوبشن. يعني هو مفيد جدا. وبالمناسبه فكره ماشي. انه الناس مش عارفه تسمي الشعور وات ايفر، هي احنا عشان برضو كائنات ماتيرياليستيك. يعني في ناس عندهم حتة المشاعر دي الله أكبر شغالين بيها طول الوقت وطايرين بيرفرفوا وكده، وفي ناس ماتيرياليستيك. يعني أصدق قوي إن أنا جعان، مش هنكر على نفسي الجوع، أو إن أنا عطشان، أو إن أنا محتاجة أنام. هصدق الحاجات دي الفيزيكال نيدز، بس مش هصدق إن أنا متوتر، أو مش هصدق إن أنا مستاء، أو إن أنا اكسايتد. عارف اللي هو إيه ده أنا عندي انترفيو كمان شوية فأم فيري اكسايتد. دي إيه اللي مفرحك يعني؟ لانه احنا عقلنا عايز يحطنا دايما في السيف زون. عقلنا امم. الواعي عايز يحطك في السيف زون. ده شعور غريب عليا، وان انا شفته وقعدت معاه وحسيته واديته مساحته انه اقعد احسه.